السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هجيب لهم الكفته المشويه اللي عند الحياتي لحد البيت، يعني هقلب لهم حياتي في قلب البيت. المهم بقى ايه، لو اتفرجت على الفيديو وعجبك ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك عشان يوصلك كل جديد. وطبعا عيلتي دي مش هتكبر غير بيكم انتوا، بعد ربنا طبعا، بربنا الاول وبعد كده بيكم انتوا. بس كده هنقول بقى، نبتدي كده وهنقول اللهم صل على النبي وبسم الله الرحمن الرحيم. ده بقى جبت اهو، ادي اللحمه وادي البصل اهو. انا طبعا بصل مش كبير فعشان كده حاطه كذا واحده، انما لو البصل كبير كفايه قوي بصلايه او بصلتين، كفايه قوي قوي يعني. انما انا عامه يعني ما بجيبش البصل كبير قوي، بجيبه ايه وسط كده، عشان كده حاطه كذا واحده اهو. بصوا حتى انا مقرباها اهو كده عشان تشوفوا ان هو مش كبير قوي. المهم بقى، وقرن الفلفل ده يديله برضو بحطه عشان الشطشطه يعني، بس مش حاطه فلفل رومي ولا حاجه. ولو عندك فلفل رومي ممكن تحطي مثلا، لو انت مش بتحبي الحاجه مشطشطه حطي قرن واحد بس كده رومي. وعملت بقى البصل وهحطه هنا اهو يصفي. بصوا اهو الفلفل واضح اهو كده فيه، هحطه يصفى شويه، يصفي يعني الميه، عشان الميه دي انا عاوزاها. طبعا الكفته بقى ايه، بصوا بكل تكاتها بحركاتها بكله. ادي الميه اهي انا حاطاه كده عشان الميه بس كده. وادي اللحمه اهي جبتها من عند الجزار. هحط عليها بقى اهم حاجه ايه، كيس الكفته اللي هو الكيس اللي انا وريته لكم ده. بيدي نكهه الكفته المشويه بالظبط اهو. طبعا الكيس ده انا بحطه على حاجات كتير، المكرونه البشاميل بحطه عليها، بس طبعا كل حاجه ليها الخلطه بتاعتها، يعني مش كل حاجه بحط عليها نفس النوع بتاع الخلطه، لا. ممكن شيش طاووق برضو ليه خلطه ايه تاني، اللهم صل على النبي، لما افتكر هقول لكم. المهم الحواوشي برضو. المهم بقى ايه، بصي بقى توابلك بقى وحركاتك كلها بقى اللي انت عايزه تحطيه، فلفل اسمر، توابل، ملح، اللهم صل على النبي عليها افضل الصلاه والسلام. والكيس ده طبعا لازم تحطيه. وانا سايبه بتاعه في قلب المصفى البصل عشان كان يصفي الميه، لان الميه دي بصوا بقى اهم حاجه، الميه هنحتاجها، هتشوفوا دلوقتي هنحتاجها ازاي اهو. هحطه بقى كده. واهم حاجه بقى ايه، ان انت تعجني كويس، اعجنيه كويس. بصوا انا طبعا فصلت كده ورجعت لكم تاني، علشان طبعا انا خدت ايه مسافه كده في العجن ده. قعدت اعجن طبعا كتير، بس ايه ايديا كانت ايضا نار مكان الفلفل الحراق، كان حامي جدا، خلى ايدي طول النهار تعباني. انا كنت بعملها كده الصبح، خلى ايدي طول النهار تعباني بصراحه. بس طبعا مش مشكله، كله في ده الولاد يعني، ما كنتش انا هعمل لهم، مين هيعمل لهم؟ ربنا يخلينا ليهم. بس اهو كده كانت خلصت. طبعا أنا كده طبعا عجنت كتير قوي، بحيث ان انا ايه، ان انت تخلي كله زي بعضه، يعني تعجيني تبقى كلها في بعضها بمعنى اصح. حطيتها بقى، اهم حاجه ان انت تحطيها في التلاجة حبه، يعني متهيألي كده اقل حاجه ساعتين مثلا. حطيتها بقى في التلاجة حبه، وحطيت برضو ميه البصل دي في التلاجة وسبتها شويه يعني معاها برضو. وطلعت بقى اهو اهي السياخ، مش قلت لكم هجيب لهم الحاتي في قلب البيت؟ جبت لهم اهو. جبت بقى السياخ، طبعا السياخ دي كنت طلعتها وصبنتها، نقعتها الاول كده في ميه. عامه انا لما بخلص بقوم مصبناها وشايليها، ولما بطلعها برضو لازم اصبنها برضو قبل ما اعمل فيها، يعني مهما كنت شايلها نظيفه. وببقى حطها طبعا في كيس وربطاه والكلام ده. بس جبت بقى هول السياخ. وطبعا انا جايبه فحم، وعندي اللي هي اللي بشوي عليها. بصوا بقى اهم حاجه ايه، تبلي ايدك بقى. ميه البصل بقى تحتاجيها في كده، اهم حاجه تبلي ايدك ميه البصل اهو، زي ما انتم شايفين اهو. طبعا بقى ايه، السمك بتاع الصباع ده آه ولا تخليه تخين قوي ولا تخليه رفيع قوي، لا يعني خليه ايه مظبوط. الميه دي بقى بتدي نكهه فظيعه بصراحه اهو، زي ما انتم شايفين اهو كده. عايزه انتي بقى براحتك انتي يعني، هو انا ولا بخليه تخين قوي الصباع ولا بخليه رفيع قوي، انتي بقى براحتك، عايزه تخنيه عن كده تخني، عايزه ترفعي عن كده
عايزه تخليه اطول من كده يعني انت بقى وراحتك. انا بعمله كده اهو زي ما انتم شايفين اهو. انا ده مقاس الشوايه اللي عندي، اللي هو ايه الطول ده كده مقاس الشوايه اللي عندي. بس بقعد بقى اعمل فيه رسمه كده، العب كده وانا بعمله. بصراحه يعني مش خساره فيها التكلفه بتاعتها ولا العمايل ولا الكلام ده كله بصراحه يعني بدل ما تروحي تجيبي من بره كيلو كفته وبرضه انت مش ضامنه هي ايه، لا انت هاتي اللحمه من الجزار اللي انت عارفاه براحتك، يعني اللي انت بتتعاملي معاه وهتحطي عليها على الاقل خالص تكفي ان ايدك نظيفه. انا طبعا مش بشكك في اكل بره ولا حاجه، بس لا برضه يعني لما تعملي في بيتك احسن. كل واحده مننا بتبقى عايزه تعمل لاولادها احسن حاجه وانضف حاجه طبعا. ادي بقى بصوا الشوايه اللي انا بشوي عليها. بصوا طبعا الفحم بقى محطوط، كنت سخنت الفحم وكله حطيتها كده، انا كنت عملتهم وحطيتها يعني. وادي السلطه، عملت سلطه الطماطم وعملت سلطه الطحينه. طبعا كده بقى ايه كنت خلاص خلصت، وبغطيها كده علشان ما تبقاش سخنه، ما تبقاش بارده يعني ما تبردش. طبعا قلت انا غطيتها بس على ما انا مصور بس، انما احنا المفروض ان انا بخلص وبخرج ناكل على طول. اهي ده بقى الرغيف اللي انا كنت بطلع منه من السيخ. بصوا حتى عامل ازاي الرغيف ده بقى، احنا بنبقى بنتخانق عليه من حلاوته. ادي الكفته اهي بقى، بصوا عامله ازاي الكفته، طبعا مولعه، انا ما كنتش عارفه امسكها. اهي بصوا عامله ازاي، بصراحه فظيعه يعني، فظيعه فظيعه. الرغيف ده بقول لكم بقى انا ايه بنقعد نتخانق كده يعني عليه، لان طبعا بيبقى شارب بقى من كل الكفته، انا ببقى حاطاه كده بطلع منه من السيخ. بس كده الكفته بتاعتنا كانت اتعملت وخلاص وخلصت، وطفيت الفحم بقى، كنت غطيتها يعني على ما طفيت الفحم وصورت وخلصت، وقمت خارجه بقى بعد كده قعدنا وكان بصراحه احلى اكله بصراحه. بس كده يا جماعه اليوم بتاعنا كان خلص، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، متنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك. يلا باي.